اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى مع بعض هنعمل مع بعض خشاف. معايا هنا كده نص كيلو بلح مفصصاه، شايله منه البذر، اقصد النوى بتاعته، وقطعت هنا كده دي مشمشيه وقراصية وقمر الدين، ومعايا هنا زبيب، ولو حابين تين مجفف تحطوه، انا هنا مش بنحبه فما حطيتوش. غسلت البلح بقى كده كويس جدا، هفضل اغسل فيه لحد ما ميته تبقى بيضة، يعني كده انا بغسل فيه اهو. وبعد كده هسيبه في المية لمدة 10 دقايق وارجع اغسله تاني واحطه في مصفى زي ما انتوا شايفين كده، يصفي اي مية فيه. وبعد كده بقى هحطه في البولة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، عشان اجهز احلى طبق خشاف ممكن تاكلوه. هضيف بقى كده على البلح القراصية زي ما احنا مقطعينها كده بالمقص، والمشمشية وقمر الدين والزبيب. قمر الدين هنا احنا مش بنحب ناكله كده لوحده او عصير لوحده، فبنقطعه كده ونضيفه بقى على التمر او البلح زي ما انتوا شايفين كده. هقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعضها كده. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تدعمونا بلايك وكومنت وسبسكرايب للقناة عشان تكبر بيكم فضلا وليس امر. ومعانا هنا بقى كده الشفشق بتاعي او الدورق، هفضي بقى فيه التمر اللي انا قلبته ده مع الزبيب والمشمشية والقراصية. ولو حابة بقى في الخطوة دي تضيفي جوز هند، ضيفي جوز هند اختياري، احنا برضو مش بنحبها فمش هنحطها. الخشاف ده بقى كده بعمله ببلح والفواكه المجففة اللي انتوا شفتوها دي، وهنضيف عليه كده مية. انتي بقى بتحبيه مسكر ضيفيله معلقة واحدة سكر. انا بعمله من غير سكر بيطلع مسكر جدا جدا، ان الفواكه بتنزل السكر والبلح والزبيب فبيبقى مسكر جدا، مش محتاج اي سكر. اقلبه بقى كده وادخله التلاجة قبلها بيوم. يلا بقى نشوف كده فطرنا النهارده تاني يوم رمضان عند بابا وماما، ربنا يخليهم لنا يا رب. عامله بقى النهارده صينيه معمر بجد تدخل القلب، صينيه معمر متكلفه، سمنه بلدي بقى وقشطه ولبن فلاحي، حاجه كده ما شاء الله محترمه. خارج من الفرن وبنقطعه زي ما انتوا شايفين كده. على بقى ما نقطعه، تعالى ما اقولكوا فطرت ايه امبارح. كنت عامله يوم اسمه يوم لم التلاجة. كان عندي بقى في التلاجة طبق مكرونه، طبق كفته، طبق رز، طبق شوربه، كان عندي حته لحمه، وعندي بطاطس باللحمه المفرومه. لميت ده كله سخنته وعملت جنبه طبق سلطه وفطرنا بيه. وده كده كان فطار سابع يوم رمضان. وعملت الخشاف اللي انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. لو وصلتوا لحد هنا صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ودعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل. وهنا بقى كنا سالقين بطاطس ومحمرينها وعاملين سلطة وبيض مسلوق زي ما انتوا شفتوا كده والمخلل. وده كده كان فطار تاني من يوم رمضان. اشوفكم في فيديو جديد على خير مع مطبخ سومة.